دلوقتي في توتر في يهودا اللي هي فلسطين دلوقتي، على اساس مفيش توتر يعني دلوقتي بسبب الولد الروماني جيسيوس اللي بياخد كميات من الذهب من الهيكل في القدس. فبتحصل مظاهرات من الفلسطينيين بترد الرومان عليهم انها تقتل مئات من الثوار، وده بيخليهم اصلا الثوار عايزين يسيطروا على القدس خلاص ويطردوا الرومان. وبيحاول سيستريوس ولي سوريا ان هو يسيطر على الوضع، ان هو يدخل القدس بجيش كبير عشان يهزمهم، بس بيتهزم في ممر بن حردون ويتقتل له 6000 جندي روماني. وده يخلي نيرون يبعت القائد في سباسيا يخلص بقى الموضوع ده. ونكمل القصة المرة الجاية بقى، ونروح لنيرون اللي بيجبر بطرونس اللي هو كان ساعتها اسمه حكم الأناقة، هو مؤلف رواية ساتركن اللي إن شاء الله في فيديو جاي عنها، وبيجبره على الانتحار بعد ما بيتهمه بالخيانة. وكان بينتحر بطريقة غريبة، فكان يفتح شرايينه بالراحة بعد كده يقفلها تاني، يتكلم مع أصحابه بعد كده يقوم عامل تاني ويقول شعر. وقبل ما يموت بعت رسالة لنيرون يتريق فيها على ذوقه الفني وشكله. ويجي ملك أرمينيا تيراداتس ويقول لنيرون: أنا عبدك وقد جئت إليك لأعبدك كما أعبد لله مصر. يوم حاطط التاج على راسه نيرون في حفلة كلفت خزينة الدولة مبالغ خيالية عشان بس نيرون يحتفل بنصر دبلوماسي. ويسافر نيرون عشان يشارك في الألعاب الأولمبية اللي بتتعمل له في اليونان بخصوص عشانه، ويفوز بكل الجوائز مع كلهم خايفين يلعبوا بجد معاه. ويكسب ساعتها 1808 أكاليل غار، مش عشان موهبته برضه. وإيه بس كده، سلام.